صباح الفل يا رجالة، عاملين ايه؟ كان جالي مسجات كتيرة، كذا حد عايز يتعلم السواقة والكلام ده كله. بس الفكرة ان انا زي ما قلت ما بعرفش اعلم السواقة، او ما عنديش الخبرة ان انا اعمل بقى كورسات والكلام الجميل ده كله. فانا هعمل لكم حاجة بسيطة كده، ايه، هعمل لكم فيديو افهمكم فيه ازاي تعرف اساسيات سواقة الموتوسيكل. اول حاجة هعرفك كده بتفاصيل الموتوسيكل، كل حاجة اسمها ايه، الكلام ده كله. نبدأ أول حاجة بالحاجات اللي هي الأساسية، البيزكس شوية، اللي مفيش ناس كتير عارفاها. اللي هم ما بيركبوش موتوسيكلات أكيد. عندك الحتة اللي تحت دي اسمها عصاية الغيارات. دي اللي هي عاملة زي إيه، الفتيس بتاع العربية. ده عامل زي إيه، الفتيس اللي أنت بتجيب منه أول تاني تالت الكلام ده كله. أول حاجة أنت بتبقى منزل الموتوسيكل على الدبوس كده عادي جدا، وعندك هنا إيه، ده العصاية بتاعت الغيارات. وعندك الناحية التانية هنا دي الفرامل اللي ورا. الفرامل اللي عند رجلك هي اللي بتوقف الفردة اللي ورا. طبعا الفردة اللي ورا في الموتوسيكلات الريس بتبقى الفرامل بتاعتها مش قوية زي الفردة اللي قدام. يعني الفرامل اللي ورا بتبقى ضعيفة، والفرامل اللي قدام هي اللي قوية. طيب دلوقتي انت راكب الموتوسيكل وعايزين نبتدي نتحرك. اول حاجة بتعمل ايه؟ تروح حاطط المفتاح في الكونتاكت ومدور. هتستنى شوية لحد ما العداد يحمل. طيب دلوقتي الموتوسيكل واخد غيار اللي هو ايه، النيوترال، اللي هو يعتبر مش واخد غيار خالص. دي اهم حاجة، عشان لو الموتوسيكل واخد غيار ممكن الموتوسيكل ايه يروح ينطر منك على طول لقدام. طيب انت دلوقتي ايه، فتحت الكونتاكت. الخطوة الجاية ايه؟ اول حاجة ترفع الدبوس. دي اهم حاجة عشان الموتوسيكل ممكن ما يدورش، او لو انت عندك الفيشة بتاعت الدبوس مش متوصلة. هي زي نظام سيفتي، لو الدبوس مش واصل، اسف، لو الدبوس مش مرفوع الموتوسيكل مش هيدور. طيب رفعنا الدبوس، لازم تتأكد ان الموتوسيكل مش واخد غيار. طيب هنعمل ايه؟ هنمسك دبرياج احتياطي. برضه في موتوسيكلات اصلا بتدور، يعني عشان تدور لازم تمسك دبرياج. فانت هتمسك دبرياج احتياطي وتروح فاتح زرار الانجن ستوب. هتروح فاتحه، هتستنى ثانيتين تلاتة بس، وبعد كده تروح دايس على ايه، الزرار اللي بيدور الموتوسيكل اهو. الموتوسيكل هيروح دايس، تروح سايب دبرياج سنه سنه، هتلاقي الموتوسيكل ايه، ما اتحركش كده، معناه ان هو فعلا مش واخد غيار. وتسيب الدبرياج تسيبه يسخن شويه. طبعا هو الجو حر هنا ونار شويه، فاحنا ايه هنتحرك على طول. طيب دلوقتي انت واقف في حته فاضيه ومستعد ان انت تبتدي تتحرك بالموتوسيكل. هتعمل ايه بقى؟ اول حاجه هتروح ماسك دبرياج ومدي غيار كده اهو. الاول تحت والباقي كله فوق. اول تحت وتاني تالت رابع خامس سادس فوق. طيب هتبتدي بصباعك كده احتياطي على الفرامل، او خليهم بصباعين، ايا كان انت هتعرف تمسك البنزين ولا لا، بس خلي صباع على الفرامل احتياطي بس. هتروح عامل ايه، سايب دبرياج سنه سنه، هتلاقي الموتوسيكل بيمشي، وتروح دايس سنه بنزين، تزود سنه لحد لما الموتوسيكل يمشي وتسيب دبرياج خالص. قالوا ايه، هفهمكم اكتر لما نطلع على الطريق. ايه، واقفين اهو على الطريق تاني، عايزين نبتدي نتحرك. هنعمل ايه؟ هتروح ماسك دبرياج على الاخر وجايب الاول من تحت اهو. هتسمع صوت الغيار عمل دبه كده. بص، خليك ماسك البنزين بايدك كلها، وايه، ولما تتحرك يبقى خلي صباعك على الفرامل احتياط. وكده كده انت معاك رجلك على الفرامل اللي ورا اساسيه كده كده. هتروح عامل ايه، سايب دبرياج سنه سنه، هتلاقي الموتوسيكل بيبتدي يتحرك بشويش، تروح مزود سنه بنزين. وما تسيبش دبرياج مره واحده اهو. هتلاقي الموتوسيكل بدأ يمشي، ايدي اهي ثابت من على الدبرياج خالص. هتروح مزود بنزين بقى براحتك، تزود بنزين براحتك برضه عادي. طيب دلوقتي بقى ايه، انت خلاص فهمت الدنيا دي وعايز تنقل على الغيار اللي بعده. هتعمل ايه بقى؟ انت دلوقتي اهو ماشي، لما تيجي تنقل خلي الار بي ام يوصل على 5 6 على الغيارات القليله. اول لما تلاقي الموتوسيكل صوته عالي انقل على طول. طيب دلوقتي انا عايز انقل على التاني، اعمل ايه بقى؟ اروح ماسك دبرياج على الاخر وسايب ايدي من على البنزين، عشان لو فضلت، بصوا، لو فضلت حاطط ايدي على البنزين هتلاقي الموتوسيكل بيعمل صوت عالي. فاول لما اول لما امسك الدبرياج سيب ايدك من على البنزين، وتروح ناقل على التاني لفوق. وفي نفس القصه تفيش سنه سنه وتمشي اهو، فيش خالص مشي.
طيب انت لو سبت بنزين، لو سبت الجاش مره واحده ايه اللي هيحصل؟ بص، تلاقي الموتوسيكل راح نتش منك. هتمسك دبرياج تدوس البنزين، تسيب مره واحده، تلاقي الموتوسيكل راح عمل ايه؟ نتش منك. فانت بتروح سايح سنه سنه مع شويه بنزين اهو. طيب انت دلوقتي عايز تقف، انت ماشي وعايز تقف، هتروح دايس دبرياج وسايب ايدك من على البنزين خالص، وبصباعينك تفرمل واحده واحده مع فرامل ورا، الاتنين مع بعض اهو. انت دلوقتي بص، انت دلوقتي كنت على التاني، هتروح دايس دوسه بسيطه قوي، هتلاقيه ايه؟ منور، جايب على النور او على النيوترال. هتروح دايس دبرياج، دايس دوسه اقوى شويه لتحت، هيروح جايب الاول. دي اسمها انت بتسقط غيار، بتنزل من التاني للاول، يعني مثلا من التالت للتاني بتنزل، فبتروح دايس الغيار ينزل، عايز ترفع بالغيار تروح رافع الغيار لفوق. طيب جبنا الاول، هنرجع. طبعا ما حدش يعمل غابة، عامل ده بمشي عكسي بس ايه، علشان ما بعيدش قوي عن البنزينه واللفه بعيده. الموتوسيكل بدأ يعني، اروح عامل ايه؟ ماسك سايب ايدي مع البنزين، ماسك دبرياج، جايب التاني، شايل سنه سنه وادوس بنزين بس كده. خلي السنس بتاع ايدك زي بعض علشان صوت الموتوسيكل ما يعلاش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت الوقت اللي انت بتسيب فيه دبرياج هو الوقت اللي انت بتدوس فيه بنزين، عشان تلاقي الموتوسيكل مشي من غير ما يقطع. دي حاجه. طيب دلوقتي في بقى غلطه ناس كده بتعملها، اللي هي ايه؟ بتروح سايبه الدبرياج مره واحده وتدوس بنزين مره واحده. لا قدر الله الموتوسيكل لو عافي شويه ممكن يرفع بيك يتقلب. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه في الفرامل، بلاش تفرمل الفرامل اللي قدام جامد. ليه بقى؟ الفرامل اللي قدام قويه، فممكن لا قدر الله تقلبك، فانت بتفرمل سنه سنه قدام مع سنه سنه ورا. الموتوسيكلات الريس زي الموتوسيكل ده او معظم الموتوسيكلات السبورت، الفرامل اللي قدام بنسبه 70% بتوقف الموتوسيكل، الفرامل اللي ورا بنسبه 30 او 20%. فالفرامل الاساسيه اللي انت بتعتمد عليها هي الفرامل اللي قدام، اما الفرامل اللي ورا دي بتوزن الموتوسيكل او بتهدي سرعه الموتوسيكل حاجه بسيطه قوي. طيب لو انت عايز ايمرجنسي ستوب، اللي هو ايه؟ لا قدر الله عايز تفرمل مره واحده لاي سبب، ما تفرملش زي ما انا قلت لك تروح ماسك دبرياج وتفرمل، لا، دي ايمرجنسي ستوب، انت عايز الموتوسيكل يقف باسرع وقت، فبتروح دايس فرامل من غير ما تدوس بنزين اصلا، من غير اسف ما تمسك دبرياج اصلا. ليه بقى؟ هتشغل حاجه اسمها انجن بريك، يعني الموتوسيكل هيفرمل لوحده كده اهو، هتلاقي الموتوسيكل بيفرمل وبيهدي السرعه. دي شويه اساسيات كده انا ايه قلت لكم عليها، بحيث ان انت بس تعرف تحرك الموتوسيكل. طبعا انت في حاجات كتيره جدا جدا لازم تفهمها وانت بتسوق موتوسيكل ريس، بالاخص يعني قصه الليننج، اللي هو بتحاول بالموتوسيكل، لان الموتوسيكل ده وانت ماشي ما بتحاولش يمين وشمال، لا ده انت بتلين بالموتوسيكل. فدي حاجات تفاصيل اصعب شويه، ممكن ايه يعني محتاجه بس واحده، يعني واحده واحده تتعلمها. دي زي ما قلت لك الاساسيات، ازاي تمشي الموتوسيكل وتوقفه وتطوره، واهم حاجه توزن نفسك. يعني انت ايه، لو بتعرف تسوق عجل هتلاقي الدنيا مشيت معاك ايزي شويه. المرات اللي بعديها بقى فاهمكم السيرفيس اللي انت تعمله لو ربنا ان شاء الله اراد وخلاك معاك موتوسيكل انت بتحبه يا رب يعني، ويكرمنا كلنا، ودخلت مجال الموتوسيكلات او انت في مجال الموتوسيكلات ومش عارف تصين الموتوسيكل بتاعك. واحده واحده كده فاهمك ازاي تصين الموتوسيكل وايه الحاجات اللي انت تهتم بيها. لان الموتوسيكل انت لو سبت حاجه واحده بس مش عامل لها الصيانه بتاعتها هتلاقيها بتجر بقيه الحاجات. وانتوا عارفين الموتوسيكل اسعاره قطع غيار الموتوسيكلات غاليه والصيانه غاليه والكلام ده، فالواحد بيزعل وبيتعور يعني. المهم كل سنه وانتم طيبين، واحنا رايحين دلوقتي اصلا الايفنت، هنتحرك كمان نصايه كده، ونشوفكم على خير بقى يا رجاله، وصباحكم زي الفل.